الزمن فعلا قاسي وما بيرحمش. تخيلوا فنانة كبيرة وليها تاريخ زي الفنانة عواطف حلمي، اللي هي حماة الفنان خالد النبوي وجدة الفنان نور النبوي، تعيش في دار مسنين. ده اللي خلى كتير من المتابعين يهاجموا خالد النبوي ابنه نور. كمان المتابعين عملوا حملات على السوشيال ميديا لتكريم الفنانة الكبيرة وتوفير كل احتياجاتها. مين هي الفنانة عواطف حلمي وليه أعلنت إقامتها في دار مسنين؟ خليكم معايا هتعرفوا كل حاجة في الفيديو ده. اتعرض النجم الشاب نور النبوي ووالده الفنان خالد النبوي بعد انتشار أخبار داخل الوسط الفني بانتقال جدته لوالدته الفنانة عواطف حلمي لإقامتها في دار مسنين التابعة لنقابة المهن التمثيلية. الخبر أغضب كل المتابعين اللي وجهوله انتقادات كبيرة جدا وطلبوا منه يراعوا الفنانة عواطف حلمي في أيامها الأخيرة ويطلعوها من دار المسنين احتراما لتاريخها وتكريمها في نهاية حياتها. الغريب بقى ان رغم الانتقادات الكبيرة اللي وصلت لحد الهجوم عليهم محدش منهم علق على الموضوع نهائيا، ولكنهم مش شايفين المتابعين وحملات الهجوم اللي عليهم اللي كانت بتزداد كل يوم عن اللي قبله. وهنا قررت الفنانة عواطف حلمي تكشف نفسها عن اللي حصل وأسباب إقامتها في دار المسنين. عواطف حلمي نفت كل الكلام ده اللي بيتقال على السوشيال ميديا وقالت انه مش دقيق، وكشفت ان عيلتها ما نقلتهاش لدار المسنين وما استغنوش عنها زي ما بيتقال، ووضحت اللي حصل وقالت كل ما في الأمر إن نقابة المهن التمثيلية اللي بنتمي ليها فتحت دار لإقامة كبار السن من الفنانين اللي عايش فيها عدد من الزملاء الفنانين اللي برتبط بيهم علاقة قوية، وده السبب اللي خلاني أقرر أعيش معاهم بشكل غير دائم كنوع مشاركتهم أوقاتهم اللي بالمقصود داخل الدار. عواطف أكدت إنها تعيش في الدار وبيتها في نفس الوقت وهتقدر تقسم وقتها بين مكانين، وقالت كمان إنها زعلت من هجوم على حفيدها نور لأن علاقتهم بيها طيبة جدا وهو أغلى حاجة في حياتها وأغلى الناس بالنسبة ليها وليه مكانة كبيرة جدا في قلبها. عواطف قالت إن نور عمره ما قصر معايا في رعايتي أو طريقة معاملته ليها، علشان كده بكت من الهجوم عليه وزعلت جدا من المتابعين. الفنانة كشفت كمان إنها أثناء إقامتها في الدار اتفاجئت بزيارات من عيلتها وبعض الأصدقاء علشان يطمنوا عليها رغم ان الموضوع مش مستاهل كل ده لاني مش مقيمة بشكل دائم. احداث ظهور للفنانة عواطف حلمي كان في عرض خاص للفيلم الحرية لما حضرت مع حفيدها الفنان نور النبوي أحد أبطال الفيلم للاحتفال بأول بطولة ليه، وعبرت وقتها عن سعادتها الكبيرة بسبب الخطوات الفنية اللي بياخدها نور لتحقيق حلمه. عواطف اتولدت سنة 1942 في القاهرة، والدها هو حلمي ووالدتها هي الفنانة الراحلة زوزو نبيل، وعلشان كده حبت عواطف الفن من صغرها وكان حلمها تدخل مجال التمثيل، لكن أهلها رفضوا بشدة خوفا عليها من التعب والمشقة في التمثيل، لدرجة إنها كانوا بيرفضوا يدوها فلوس علشان تروح بيها المسرح اللي كانت بتعشقه. واستمر الوضع على الحال ده لحد ما اتدخل خالها وقرر يساعدها ويصرف عليها، وكان بيديها كل يوم 25 قرش، بس شرط عليها إنها ممنوع تعمل مشاهد جريئة وطلب منها تكون أمينة رزق التانية في أدبها وأخلاقها وأدوارها اللي عايشة لحد النهاردة. وفعلا وافقت عواطف والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد كده حصلت على بكالوريوس قسم تمثيل وشاركت في فرقة مسرح حكيم سنة 1963 وقدمت فوق 170 عمل فني معظمهم دور الأم الطيبة، وقدرت تتعاون فيهم عدد كبير من العمالقة الفن. ورغم الشهرة الكبيرة اللي حققتها عواطف قررت تلبس الحجاب في أوائل الثمانينات بعد ما رجعت من العمرة، ورغم نصيحة عدد كبير من النقاد إن الحجاب سبب في ابتعادها عن التمثيل والمخرجين رفضوا مشاركتها في أعمال كتير، بس هي أصرت تلبس الحجاب وفعلا قعدت فترة طويلة من غير تمثيل.
لحد ما اتعرض عليها بطولة دور مع أمينة رزق، وشرط عليها المخرج إنها تخلع الحجاب، وفعلا وافقت عواطف حلمي على طول وخلعت الحجاب ومثلت الدور مع أمينة رزق. وأول لما خلصت رجعت لبست الحجاب تاني على طول. وقتها اتعرضت لهجوم كبير، ومن بعدها التزمت بالحجاب لحد النهاردة. اتجوزت عواطف من مجدي رزق، وكان مهندس ديكور مشهور جدا. عاشوا مع بعض أكتر من 41 سنة، وأنجبت منه بنتين وهم جيهان رزق، ودي مهندسة ديكور مسرح. اتجوزت من الفنان خالد النبوي وأنجبت منه ولدين، وهو الفنان نور النبوي وأخوه عمر. أما بنتها التانية هي هدير رزق، ودي فنانة، واتجوزت من الفنان الراحل أحمد حلاوة وأنجبت منه بنت واحدة اسمها هبة وهي شاعرة. أعلنت عواطف اعتزالها الفن وبررت عن السبب، وقالت إنها اعتزلت الشغلانة خلاص، ما بقتش أشتغل دلوقتي. أنا دلوقتي مش في اللعبة خلاص، الحمد لله مش هقعد أشتغل وأنا مش قادرة أتحرك وما بقتش قادرة أقوم من على السرير، فما عادش ينفع أفرج الناس عليا، كفاية اللي فات الحمد لله على كده. ومن وقتها اختفت الفنانة عواطف عن الأنظار، وبقت نادر لما بتظهر وبتكون مع حفيدها نور. اكتبولنا في التعليقات ايه رأيكم في تصرف عواطف حلمي بدخولها دار المسنين.